الشخص السام ده أهم حاجة عنده مصلحته. يعني هو داخل في العلاقة، المفروض العلاقة 1+1=2. أنا واحد وأنت واحد وإحنا في الآخر في العلاقة 2. لا، هو بيكون شايف نفسه بس، أنت بالنسبة له ملغي، أو أكنك مش موجود أو ولا حاجة عنده، والمهم عنده هو وبس. فهو دايما بياخد من طاقتك عشان يغذي طاقته، ودايما بيشوف مصلحته في كل حاجة في العلاقة معاك. المهم هو، المهم رضاه، المهم فرحته، المهم انه يبقى مبسوط، المهم ان هو ياخد مصلحته، فبتبقى مصلحته هي الغالبة دايما في العلاقة، وانت بيبقى شايفك اخر حاجة خالص. من الحاجات اللي فعلا بتبقى موجودة في العلاقات السامة، ودي هتلاقوها أصلية وعامل أساسي، هو انه بيقلل من قدراتك وإمكانياتك، وبيبقى شايف نفسه عليك. يعني دايما يحسسك انك انت ايه، يعني اللي انت عندك ده انا الاهم، انا اللي عندي، انا اللي كذا. حتى لو هو مش يعني ما عندوش ال القدرات اللي عندك او الميزة اللي عندك، لا، بيبقى شايف ان الميزة اللي عندك دي ولا حاجة وهي موجودة عنده. في بقى كمان اخر حاجة، ان هو بيبقى هدام لأوقات السعادة والفرح. العلاقات السامة ما تلاقي نفسك مش عارف تفرح فيها. يعني لو في وقت حلو، أيام العيد بتبقى بالنسبة لهم، يعني بالذات الناس اللي بيبثوا السم في حياتنا دول، تلاقي مثلا العيد، رمضان، المناسبات الحلوة، تلاقيه دايما يهدلك الفرح، عنده استمتاع بانه يبوظ عليك فرحتك. لو احنا في ايام عيد لازم يعكنن عليك، لازم ينكد عليك. طبعا انا عليك دي سواء انثى او ذكر، مش شرط يعني ذكر بس. آه، بيخليك دايما عايش في حالة من التوتر والمعاناة المستمرة. يعني انا من جوه دايما، انا عايش في علاقة سامة، فانا دايما من جوه متوتر وقلقان، وعايش في معاناة داخلية لوجودي في العلاقة السامة دي. تمام. طيب، من العلاقات اللي فعلا بتوجعنا وبتبقى سامة جدا، انك دايما تلاقي نفسك بتبرر. انا طول الوقت عمالة ابرر لحضرتك اسباب، فيلاقيك دايما بتسأل نفسك: طب انا عملت كده صح ولا غلط؟ طب انا والله ما كانش قصدي، طب انا صدقني انا عملت كده عشان كده. وتقعد طول الوقت تبرر، وتقعد بعد ما تعمل اي موقف تقعد تسأل نفسك: هو انا اللي عملته ده صح؟ طب ده هيرضيه؟ طب ده يمكن يزعل؟ طب اللي عملته ده هيبقى رد فعله ايه؟ فانت تبقى طول الوقت بتفكر، يعمل لك بعد كده اوفر ثينكينج، اللي هو التفكير المستمر والزايد، ودماغك تبقى شغالة 24 ساعة. فده هيقلب عليك بعد كده بتوتر وقلق شديد، بعد كده اضطرابات نوم، بعد كده تلاقي نفسك بتكلم نفسك في الشارع زي المجانين، وانت في الاخر ملكش دعوة بكل القصة دي. هي القصة ان انت مع علاقة سامة. من الحاجات المؤلمة جدا جدا، ودي بالذات بقى هنحط بين قوسين النرجسي. طبعا النرجسي ده يتعمل له مجلد. يعني انا يوم ما اتكلم عن النرجسي، عشان بحب كده ايه يعني اقعد انقنق كده في النرجسي بالذات، لانه هو الطب في العلاقات السامه. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن العلاقات السامه، ناس كتير هنتكلم عليهم، بس الطب بتاعهم هو الشخصيه النرجسيه. لان الشخصيه النرجسيه اللي هي كما تقول الكتاب بقى، اكتر مريض نفسي عايش معانا في العالم ده كله. والغريبة ان هو ما بيشوفش نفسه مريض نفسي، هو بيشوف نفسه اكتر واحد صحيح في العالم، والناس كلها حواليه مرضى نفسيين. فالنرجسي هو اكتر حد مؤلم في كل العلاقات السامة. الشخص اللي بيحسسك دايما انك طز، انك مش موجود، انه يرد عليك بالصمت. يعني ممكن انت تبقى بتتكلم او بتسأل او عايز تريحه، وهو يبص لك كده ويسكت. فده ساعات بيسموه بالذات في العلاقة مع نرجسي اللي هو الصمت العقابي، اللي هو بيعاقبك. يعني هو بيعاقبك بس بسكوته، مش بيعاقبك بانه بيتكلم. هو عموما كلامه وسكوته الاتنين زفت يعني. فدي كده احنا كده اتكلمنا عن الاختبار او الاسئلة اللي انت هتسألها لنفسك: هل انت عندك علاقة بتشعر فيها بواحد او اتنين او كلهم؟ اعرف ان انت في علاقة سامة. العلاقات السامة درجات. يعني مش شرط انه الناس كلها تبقى في العلاقات السامة درجة واحدة.